مرض السكر بالذات، مريض السكر من النوع التاني ليه علاقة وثيقة جدا 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 بأمراض القلب. دايما بنقول ان في مثلث، هو مريض السكر، مريض القلب، ومريض السمنة. التلاتة دول زودوا المشاكل اللي ممكن تواجه المريض لو ما وصلناش لحل مع الثلاث امراض دول. طيب ليه مريض السكر اكثر عرضة لمرض القلب؟ لو جينا بصينا ان مريض السكر او اللي هو زياده نسبه الجلوكوز في الدم ده بيسبب لتلف الشرايين اللي موجوده في الجسم، واهمها الشرايين التاجيه اللي بتغذي القلب. فبالتالي مريض السكر اكثر عرضه للذبحات الصدريه واكثر عرضه لفشل عضله القلب. واهم من ده وده ان مرض السكر بيأثر على الاعصاب، فممكن تجيله ذبحه صدريه وهو مش حاسس بالاعراض او بالم الصدر. فبالتالي بتتضاعف خطوره اصابه مريض السكر بأمراض القلب.